يعني سيادة اللواء، هم الكتيبة بيحكوا أن هذه ردة فعل على اعتقال عناصر منهم، وأيضا إذا سمحت لي أكمل هذه النقطة أيضا متعلقة بالخارجين عن القانون، هم الكتيبة بيقول لك إحنا مقاومين ضد الاحتلال، نتصدى لهجوم الاحتلال على المخيم في ظل عدم وجود أجهزة الأمن الفلسطينية عندما يكون هناك اقتحام من قبل قوات الاحتلال. كيف تعلق على هذه القضية؟ يا سيدي، أنا إذا مجموعة من الأولاد كل واحد فيهم الله أعلم مين اللي سلحه ومين اللي دفع له فلوس، هو اللي بده يحدد للمؤسسة الأمنية كيف تواجه الاحتلال وأين تواجه الاحتلال وبأي الإمكانيات ستواجه الاحتلال. هل هم يواجهون الاحتلال حقيقة؟ هل هذا الكم من الأسلحة التي تعتدي على الأمن يواجه الاحتلال؟ يا سيدي، اللي بيواجه الاحتلال المناضل، وأنا لا أشك